بقى للترايميد فلو. الترايميد فلو برضه بيحتوي على 3 مواد فعالين، وهم اللوراتيدين، وده مضاد هيستامين من الجيل الثاني، وبالتالي هو بيهدي من اعراض العطس والحكه وادماء العين وسيلان الانف. السودوفيدرين، ودي ماده مزيله للاحتقان، بتعمل على تضييق الاوعيه الدمويه الصغيره، وده طبعا بيوفر الراحه من الاحتقان وانسداد الانف. الباراسيتامول، وده مسكن فعال وسريع المفعول وخافض للحراره، وبيساعد على تخفيف الالام الخفيفه والمتوسطه. طب يا دكتور، ايه دواعي استعمال الترايمد فلو او نوصفه لمين؟ الترايمد فلو بيستخدم لعلاج الجيوب الانفيه، وده يعني بيساعد على ازاله احتقان الانف وتسهيل مرور الهواء والافرازات خلال الممرات الانفيه. كمان الترايمد فلو بيستخدم لحساسيه الانف الموسميه، وده لان مكوناته بتساعد في تخفيف اعراض الحساسيه زي احتقان الانف، الرشح، العطس والحكه. كمان الترايمد فلو بنستخدمه للبرد والانفلونزا، والترايمد فلو بيساعد في تخفيف اعراض البرد زي التهاب الحلق، سيلان الانف، الصداع، واحتقان الانف والحمى. كمان الترايمد فلو بنوصفه لحالات ارتفاع درجة الحرارة، وده لأنه بيحتوي على الباراسيتامول واللي ليه تأثير خافض للحرارة وبالتالي بيساعد في علاج الحمى. كمان الترايمد فلو بنوصفه للصداع وتخفيف آلام الجسم، وده لأنه بيحتوي طبعا على الباراسيتامول واللي بيخفف من آلام الصداع. طيب يا دكتور، إيه الآثار الجانبية للترايمد فلو أو إيه هي أضراره؟ الترايمد فلو طبعا ممكن يسبب بعض الآثار الجانبية عند بعض الأشخاص، زي إنه ممكن يسبب الأرق عند بعض الناس، وعلى النقيض بقى تلاقي ناس حصل لها شعور بالنعاس ولكن دول قليلين. كمان ممكن يسبب جفاف في الفم، عصبية أو إرهاق، عسر في الهضم، شعور بالغثيان، وفقدان الشهية والعطش، وبعض الحالات ممكن يحصل لها صداع منه. طيب يا دكتور، ايه هي موانع استعمال اقراص ترايمد فلو؟ طبعا الناس اللي عندهم حساسية تجاه اي مكون من مكوناته ما ينفعش يستخدموه، وبرضه في حالة الاشخاص اللي بيعانوا من الجلوكوما او المية الزرقاء، او في حالات احتباس البول. كمان في حالة الاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم الشديد او مرض الشريان التاجي الحاد. كمان الاشخاص اللي بياخدوا ادوية مثبطة للجهاز العصبي زي المنومات، المهدئات، او بعض مضادات الاكتئاب. كمان ممنوع في حالات الحمل والرضاعة، وبرضه ممنوع استعماله للأطفال أقل من 12 سنة. وخد بالك إن بعض المرضى يستخدموا الترايمد فلو بحذر، زي حالات ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض القلب، ارتفاع ضغط العين، فرط نشاط الغدة الدرقية، والكسور الكلوي، وتضخم البروستاتا. طيب يا دكتور، إيه هي جرعة الترايمد فلو للكبار؟ الترايمد فلو بنستخدمه قرص مرتين يوميا بعد الأكل. طيب يا دكتور، هل في بدائل بنفس المواد الفعالة للترايمد فلو؟ أيوه طبعا، زي الأتشي أراس، وده يعتبر البديل الوحيد ليه.